يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا أحلى أطفال؟ أنا ماما أسماء، جايبالكم النهاردة حكاية جميلة قوي من وقت القصة مع ماما أسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الأبطال ونتعلم حاجات حلوة. تعالوا نسمع القصة سوا ونشوف هنتعلم ايه النهاردة. عنوان القصة: خديجة ونجمة الأمنيات. كان يا مكان، كانت خديجة قاعدة جنب شباك أوضتها بتبص للنجوم، وفجأة شافت نجمة بتنور جامد وبتقرب منها. النجمة نزلت على ايد خديجة وقالت لها بصوت رقيق: أنا نجمة الأمنيات يا خديجة، وهاخدك في رحلة لمساعدة الأطفال اللي محتاجين فرحة. خديجة ما خافتش ولبست فستانها ومسكت النجمة وطارت بيها في السما. راحوا عند طفل صغير واسمه يوسف، كان زعلان لأنه مش لاقي صاحب يلعب معاه، لكن خديجة لعبت معاه. ولكن خديجة رسمت رسومات جميلة في كراسته وقدرت ترسم البهجة والسرور على وشه. وبعد كده راحوا لطفلة اسمها أميرة، كانت نفسها في قصة قبل النوم. خديجة قعدت تحكي لها حكايات لطيفة وجميلة زي أفلام الكرتون. ولما رجعت خديجة بيتها كانت فرحانة جدا، وحست قد ايه الكلمة الحلوة والاهتمام ممكن يغير يوم حد للأحسن والأجمل. العبرة من القصة يا حبايبي إن اللي بيحب يساعد غيره قلبه بيبقى مليان فرحة، والعطاء دايما يجمل الدنيا كلها. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم، مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.